السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولو بتسمعنا لأول مرة وعندك أي اقتراحات اكتبها لنا في كومنت، وما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل اشتراك للقناة. ويلا نبدأ. شفنا في الحلقة اللي فاتت قتال ليديا وزيبيانتس واللي انتهى بأنهم بقى أصدقاء، وفي اليوم اللي بعده بنشوف ساشا رجع بعد مهمته في الغابة وبيكون معاه البطل السابق وبنعرف إن اسمه ألين، وفي نفس الوقت داريل بيلاحظ زيبيانتس جاية من وراه وبياخدها على جنب وبيقول لها إن الشخص ده أقوى بطل في تاريخ البشر وإنه قدر ينجو من أقوى هجوم للجنرال جيران. بس داريل مش بيكمل كلامه وبيتفاجئ إنه طيب جدا مع البشر على عكس ما كان متوقع. بعدين داريل بيرحب بيه وبيقول إن زيبيانتس صديقته. ألين بيرحب بيها وبيبقى مسالم جدا معاها. زيبيانتس بتقول إنه شخص طيب فعلا، بس داريل بيقول لها إنه طيب مع البشر بس، وإنها لازم تسيب القرية في أقرب وقت وما تستعملش أي سحر لأنه بيقدر يحس بالقوة السحرية، ولو لاحظ إنها شيطان هيقتلها فورا. بعدين بنشوف داريل بيعرف عن نفسه لألين وبيقول إنه عمدة القرية وبيسأله عن سبب وجوده. ألين بيرد وبيقول إنه موجود علشان سمع إن ليديا في القرية وبيكون اتعافى من جروح المعركة وهيقدر يكمل تدريبها، وليديا بتكون مبسوطة ومتحمسة. بعدين بنشوفهم في ساحة التدريب وليديا بتهاجمه كتير وهو بيمضي توقعاته للأطفال، بس ألين بيتفادى كل ضرباتها بسهولة وبيوقعها بحركة واحدة وبيقول إن مهاراتها اتطورت كتير. ليديا بتقول إن داريل هو اللي كان بيدربها طول الفترة دي وإنه أقوى شخص هي قابلته من بعد ألين. ألين بيبقى عنده فضول عن قوة داريل وبيطلب منه يعاركه. داريل بيبقى متردد بس بيشوف إن غاشيتا واثق فيه وبيقرر يقبل التحدي. بعدين بيشوف إن هالة ألين قوية جدا من قبل ما يبدأ التحدي وبيفكر إنه فعلا مخيف في المعارك، وبيرجع في كلامه تاني وبيتهرب من التحدي وبيقول انهم محتاجين يفطروا الاول قبل المبارزه. وبيتنقل بينا المشهد لمكان مملكه الشياطين وبنشوف الجنرال جيران بيقابل ملك الشياطين، وبنعرف ان هيئه ملك الشياطين بتبقى ضعيفه او قويه على حسب قوه الشخص اللي بيشوفه ومحدش بيكون عارف شكله الحقيقي. وجيران بيطلب منه يطرد باش من منصب الجنرال لانه بيكون مسبب مشاكل كتير للمملكه، وكمان اختفى اكتر من سنه وساب كل مهماته كجنرال. بس ملك الشياطين بيقول انه عارف السبب الحقيقي وان جيران بيحاول يعاقب باش لانه طرد داريل من المملكه. جيران بيرد وبيقول ان الاتنين بيكونوا ولاده. بعدين بنرجع بفلاش باك لاكتر من 30 سنه لورا وبعد حرب طاحنه بين البشر والشياطين. بنعرف ان قبل ما جنرال الماء يموت طلب من جيران يهتم بطفل وبيقول ان الطفل ده هيكون السبب في فوز الشياطين على البشر. بعدين جيران بيلاقي الطفل مخفي بتعويذه سحريه وبيقرر انه يعتني بيه وبيسميه داريل. وبنرجع تاني لملك الشياطين واللي بيقول لجيران ان داريل بشر وانه موجود حاليا في قريه لاكس. جيران بيشكر ملك الشياطين وبيسيبه وبيمشي. وبيتغير بينا المشهد للقريه وبنشوف ألين بيبقى عاجبه الاكل جدا، وبنعرف ان زيبيانتس بتراقبهم من بعيد وبتقول انه فعلا راجل عجوز طيب، وبتشوف حته قماش بتطير جنبها فبتفعل سحرها علشان تمسكها. ألين بيحس بالقوه السحريه وبيبقى غضبان فجاه وبيضرب بسلاحه هجوم صاروخي في الجو، وبنشوف زيبيانتس يا عيني بتتعلق زي الخروف المسلوخ في الحيطه، وألين بيطير لمكانها وبيحاول يهجم عليها بس داريل بيصد هجومه وبيوقفه. ألين بيكون غضبان وبيقول انه لازم يخلص على الشيطانه دي. داريل بيرد وبيقول انه مش ممكن يسمح له يقتل حد في القريه بتاعته وبيحاول يهاجمه. ألين بيطير وبيتفادى الضربه بيحاول يوصل لزيبيانتس، بس داريل بيغير شكل سلاحه وبيهاجمه تاني، وألين بيصد الضربه بسهوله وبيرد عليه بهجوم قوي بيطير داريل بعيد. بس داريل بيقدر يصد الهجوم وبيسحب زيبيانتس معاه قبل ما ألين يهاجمها، ومش بيلحق يتحرك وبيلاقي هجوم تاني صاروخي جاي عليه وبيستعمل مهارة الدفاع بالصخرة وبيقدر يصد الهجوم. وبنشوف غاشيتا وليديا وصلوا المكان وداريل بيطلب منهم عدم التدخل. بعدين بنشوف ألين متفاجئ ان داريل عنده قوة الاربع مهارات زيه وبيطلب من داريل انه يتعاون معاه علشان يقضي على جنس الشياطين، بس داريل بيرفض. وألين بيقول انه هيقضي على زيبيانتس وبيقرر يستخدم هجوم التنين النادر، بس داريل بيحمي زيبيانتس وبيستعمل نفس الهجوم. وبنشوف هجوم ألين بيبقى اقوى وبيدمر دفاع داريل وبيطيره بعيد. بعدين ألين بيسأل داريل عن سبب حمايته للشياطين. داريل بيرد عليه وبيقول ان مفيش فرق بين الشياطين والبشر وانه مش عايز يشوف اي حد بيعاني من الطرفين، وان زي ما عنده زوجة وطفل ما يقدرش يخسرهم هو كمان مش هيقدر يخسر زيبيانتس. وبيقول انه بشر اتربى في مملكة الشياطين لاكتر من 30 سنة وبيحكي له قصته. ألين بيحضن داريل فجأة وبيقول انه ابنه، لكن داريل بيبقى مش فاهم حاجة، فألين بيبدأ يحكي له قصته وبيقول انه في مرة رجع البيت لقى مراته مقتولة وابنه مش موجود ومش بيبقى عارف هو عايش ولا ميت، وده كان السبب في حرب طاحنة مع الشياطين من اكتر من 30 سنة وانه قدر يقتل فيها جنرال الماء اللي كان قتل مراته. وداريل بيبقى مصدوم، وفي نفس اللحظة ألين بيحس بقوة سحرية في المكان وبيضرب هجوم ناري قوي في الجو، وبنعرف إن جيران وصل للمكان وبيقدر يدمر هجوم ألين بهجوم أقوى وبيطير لمكانهم. وبنشوف ألين وجيران مستعدين للقتال بس داريل بيوقف
يوقفهم. جيران بيتكلم وبيقول على الرغم انه كان عارف ان داريل بشري لانه ما قدرش يستخدم السحر في عمر ال5 سنين، الا انه ما قدرش يتخلى عنه لانه بيعتبره ابنه وبيتاسف على اخفائه للحقيقه. داريل بيرد وبيقول انه هيكون دايما ابوه لانه اعتنى بيه 30 سنه وعمره ما هيقدر يرد له اللي عمله معاه. جيران بيقاطع كلامه وبيقول ان داريل كان سبب سعادته، انه كان بيحاول يبقى اقوى دايما علشان يقدر يحميه ويقضي اكتر وقت ممكن معاه، وبيحضنه بيقول انه فعلا فخور بيه. ألين بيبقى محبط وبيقول ان الوقت اللي قضاه مع داريل ده كان المفروض يكون ملكه، وان جيران سرق منه الوقت ده، وان الكره والانتقام كانوا السبب الوحيد اللي بيخليه اقوى دايما. ودلوقتي بعد ما عرف ان ابنه لسه عايش هو مش هيقدر يرجع الزمن اللي اتسرق منه. جيران بيتقدم وبيقول له يطلع كل غضبه وانتقامه عليه، وان ده الوقت المناسب انه يتحمل غلطه جنرال الماء من 33 سنه، وبيقول لداريل يعتني بابوه. وبنشوف ألين غضبان وبيبقى جاهز انه يهجم على جيران، بس ماريكا بتتدخل وبترش ميه عليهم وبتقول اسمع يا راجل يا عجوز انت وهو، احنا مش هنسمح لكم تعاركوا بعض هنا قدام حفيدكم. والاتنين بيكونوا متفاجئين ومبسوطين. داريل بيجيله فكره علشان يحل المشكله، وبيقول لجيران لو عايز يكون مبسوط دايما فهو لازم يعيش وما يضحيش بنفسه علشان غلط قديم. وبيروح لألين وبيقول له انه ممكن وقتك مع ابنك ما يتعوضش، بس دلوقتي بقى عندك فرصه انك تقضي وقتك مع حفيدك. وبكده داريل قدر يحل المشكله ما بينهم. بعدين بيتنقل بينا المشهد لمملكه الشياطين، وبنشوف باش داخل قاعه كبيره وبيقول للخادم فين المعازيم يلا، ده انا هبقى اعظم جنرال في مملكه الشياطين النهارده باختراعي الجديد. الخادم بيرد عليه وبيقول ان محدش قبل الدعوه لانه عامل مشاكل كتير في المملكه ومسبب خسائر كبيره لجيش ملك الشياطين، وبيقول ان لو داريل كان موجود اكيد ما كانش كل ده هيحصل، وبيسيبه وبيخرج. باش بيبقى غضبان وبيطلب مشروب من خادم تاني، بس الخادم بيقول انه مش هيقدر يجيب له مشروب لانه عليه فواتير كتير قديمه، وبيبدا يقول ان داريل لما كان موجود في المكان كان بيدفع الفواتير في وقتها. باش بيسمع اسم داريل تاني وبيتجنن وبيفجر المكان بتفعيل كتابه السحري. بنشوف المكان مشتعل بالنار وباش خارج منه غضبان جدا وبيقول انه هيخلي الكل يندم على تفضيل داريل عنه، وبيقول انه لازم يقتل داريل. وبيتنقل بينا المشهد للقريه وبنشوف الاتنين العواجيز قلبوا اطفال وبيلعبوا مع جيران الصغير، وبعدين بنشوفهم كلهم بيتعشوا والاباء بيكونوا مع بعض في الركن البعيد الهادي، وانفي المحشور وسط الوحوش دول ومش عارف هو بيعمل ايه هناك اصلا. لماذا نحن هنا؟ وفي اخر اليوم بنشوف ألين بيقول انه استوعب ان داريل فعلا كان عنده اب عظيم طول ال 30 سنه اللي فاتوا، وبيشكر جيران انه قدر يعمل من ابنه راجل طيب القلب وقوي. وفي اليوم اللي بعده بنشوف ليديا بتطلب من ألين يكمل تدريبها، وداريل بيبقى مستغرب وبيقول انها ما اتعلمتش اي حاجه بعد كل اللي حصل ده. ليديا بترد وبتقول ان مهمتها كبطل هي قتل ملك الشياطين، وداريل بيسال عن السبب، فألين بيبدا يوضح لهم وبيقول ان اشاعات من زمان بتحكي ان ملك الشياطين هو سبب الشر والفساد في العالم، وبقتله العالم هيكون في سلام. بس الحقيقه ان البشر بيكونوا طمعانين في قوه ملك الشياطين لانهم سمعوا ان هو اللي منح قوه السحر للشياطين، وده بيكون هدف النقابه المركزيه الحقيقي. وجيران بيقول انه ما يعرفش اي حاجه عن المعلومات دي، بس من الممكن ان ملك الشياطين يكون خالد. ليديا بترد وبتقول انها مصره على قرارها لحد ما تقتنع بنفسها. وفي نفس اللحظه غشطه بيوصل للمكان ومعاه فيتون وبيقول ان في هجوم قوي على منجم المعادن وانهم محتاجين مساعده فورا. داريل بيسمع كده وبيطلب من زبيانتس توصلهم للمكان بقوتها، وبعد ما بيوصلوا للمكان بيشوفوا وحش ضخم مولع المكان بحراره شديده جدا. داريل بيطمن على الجنود وبيعرف ان النوكرز لسه في المنجم وبيجري علشان ينقذهم، فألين بيلحقه وبيقول انه هيساعده. وبنرجع تاني لمكان الوحش وبنشوف فريق ليديا بيحاول يهاجمه لكن مش بيقدروا يأثروا فيه، والجيران بيقدر يتعرف على الوحش وبيقول انه وحش السلمندر السحري. بعدين بنشوف داريل بيطمن على النوكرز بس بيسمع صوت الوحش قريب منهم، وبيقرر يهاجم الوحش بهجوم زوجي مع ألين وبيقدروا يوقعوه على الارض، وده بيخلي الوحش بينسحب من المكان وبيطير بعيد. وفجأة جيران بيقول انه لازم يرجع لمملكة الشياطين وبيطلب من زبيانتس توصله. وبعد ما بيوصلوا لمملكة الشياطين جيران بيلاحظ علامة غريبة على عين باش، وبنعرف ان باش دخل الغرفة السرية للمملكة في السنة اللي كان مختفي فيها، وان الغرفة دي مختومة لانها بتحتوي على تعويذات سحرية محرمة، وان واحدة من التعويذات دي بتكون التحكم في وحش السلمندر. وجيران بيلاحظ علامة في عين باش وبيقول ان التعويذة دي بتتغذى على روح مستخدمة وبتخليه يفقد عقله مع الوقت، وبيبقى متعصب على باش وبيقولوا انه ما يستحقش يبقى واحد من الجنرالات الاربعه، وبيحاول يهجم على باش بس باش بيستدعي السلمندر السحري وبيقول ان دي فرصته انه يقضي على البطل الحالي والسابق في نفس الوقت ويبقى اعظم جنرال في مملكه الشياطين، وبيسيبهم وبيطير. بعدين بنرجع تاني لمنجم المعادن وبنشوف داريل بيطمن على النوكرز وبيكمل طريقه في المنجم، بس فجاه بيطلع له وش صخري من الحيطه وبيسال عن مكان داريل. داريل بيتفزع وبيحاول يهرب
بس المنجم بيتقفل قدامه، وبنعرف ان منجم المثرل بيكون وحش سحري اسمه جيجانتوماشيا، وبيطلب من داريل السلاح بتاعه وبيفعل فيه بعض القدرات المختومة، وبيقول ان قرية لاكس هتبقى ساحة حرب قريبا وبيختفي في الحيطة. وفي نفس الوقت جرام بيتصل بداريل وبيقول له ان باش هو اللي بيتحكم في وحش السلمندر، وانه في طريقه لقرية لاكس علشان يقتل البطل وفريقه. وبعد شوية بنشوف داريل رجع للقرية وبيطلب من ايفل يهتم باخلاء اهل القرية، وماريكا بتديله خاتم وبتشجعه يخلص المعركة ويرجع بسرعة. بعدين بنشوف داريل وبقية المحاربين بيستقبلوا باش اللي بيكون وصل للقرية، وبيستخدم نفس مهارة جيران وبيصنع كرة لهب في السماء، وبيقول لداريل انه هيدمر القرية وهيقتل كل شخص عزيز عليه. داريل بيرد عليه وبيقول انه مش هيسمح له يعمل اللي هو عايزه، وبيقدر يوقع وحش السلمندر على الارض بمساعدة قوة رياح زبيانتس اللي بتكون وصلت للقرية مع جيران في نفس الوقت. وبيهاجم باش وبيحاول ياخدوا المكان بعيد، وبيطلب من الباقيين يهتموا بوحش السلمندر. بعدين بيتكلم مع باش وبيقول انه لو غضبان علشان منجم المعادن فهو اسف ومستعد يتفاوض معاه لحل وسط، بس ده مش بيكون السبب. وباش بيقول انه عايز يوقف الحرب بين البشر والشياطين، وعلشان كده هو هيقتل البطل وفريقه وبعدين هيقضي على جنس البشر كله. وبيكمل كلامه وبيقول ان قبل كل ده هو هيقتل داريل الاول، وبيهاجم داريل بكرات من اللهب، بس داريل بيدمر الهجوم بسلاش سريع لكن مش بيلحق يتحرك، وبيلاقي هجوم تاني متفجر في طريقه وبيستخدم مهارة الدفاع، بس هجوم باش بيكون اقوى بيطيره بعيد، وباش بيهجم عليه مرة تانية بهجوم ناري قوي، وداريل مش بيقدر يتفاداه المرة دي وبيطير بعيد. وباش بيتكلم وبيقول انه قضى سنة كاملة علشان يقدر يوصل لمكان وحش السلمندر ويسيطر عليه. داريل بيمدح باش وبيقول انه كان دايما موهوب وقوي، وانه كان بيتمنى لو قدر يساعده. باش بيغضب اكتر وبيحاول يهاجم داريل، بس داريل بيهجم عليه بهجوم قوي جدا بيطيره بعيد. وبنشوف باش بيتحول لشكل شيطاني وبيقول انه ما كانش متصور انه هيستخدم الهيئة دي قدام شخص ضعيف زي داريل، وبيحاول يهاجم داريل بس داريل بيقدر يصد الضربة. وباش بيقول انه مجرد شخص ضعيف مش بيقدر يستخدم السحر، وبيحاول يهاجمه تاني وبيقول انه لازم يقتله، بس داريل بيصد الضربات بسهولة، وبيقول انهم لازم يوقفوا القتال ده، بس باش مش بيسمع له وبيجهز لهجوم اقوى وبيصنع كرة لهب كبيرة في السماء. وداريل بيلاحظ ان الهجوم ده هيكون خطير لو اكتمل، وبيدمج مهاراته مع بعض وبيضرب باش بهجوم قوي جدا بيفجر المكان. بس بيتفاجئ ان باش عمل دمج لقوته مع وحش السلمندر وبيفقد السيطرة على نفسه، وبيهاجم داريل بقوة وبيرميه بعيد وبيحاول يقضي عليه، بس داريل بيصد هجومه. وفي نفس اللحظة داريل بيقدر يشوف ذكريات باش لما كان عمره 10 سنين، وبنشوف جيران بيقدم داريل لأول مرة على انه اخوه الكبير. وباش بيكون حزين وغضبان لانه كان مستني سنين طويلة علشان يشوف ابوه بعد الحرب، لكنه اكتشف ان ابوه قضى الوقت ده في تربية طفل تاني، فبيكره داريل لانه بيكون سرق وقت ابوه منه. وداريل بيفهم في اللحظة دي ان باش كان وحيد دايما طول حياته. بعدين باش بيرجع لورا فجأة، وداريل بيعرف ان باش بيقدر يسمع افكاره هو كمان، فبيحاول يهاجمه بسرعة وبيقول ان جيران كان دايما فخور بباش. وباش بيبدأ يشوف ذكريات داريل وبيسمع صوته بيقول انه كان دايما حزين لانه ما كانش عنده عائلة حقيقية، وكمان ما كانش بيقدر يستخدم السحر، وكان دايما حاسس ان ملهوش اي لازمة. ورغم كل ده داريل كان بيحاول يبتسم دايما علشان محدش يعرف انه حزين، لكن بعد ما قابل باش قدر يحس ان عنده عائلة وكان سعيد لأول مرة في حياته. وبعدين داريل بيمسك باش وبيقول انه هيفضل دايما اخوه، والمرة دي هيدعمه ومش هيسيبه يحس بالوحدة تاني. باش بيتأثر بكلام داريل وبيبقى ندمان انه ما قبلش بداريل كأخ ليه من زمان، وبيقدر يستعيد وعيه وبيحاول يمسك ايد داريل، بس فجأة بيحس انه فقد السيطرة على تعويذة وحش السلمندر، وبنشوفه بيمتص قوة باش السحرية. باش بيعرف انه خرج عن السيطرة وبيطير بسرعة علشان يحاول يوقفه وبيدمج جسمه مع الوحش، والجيران بيبقى قلقان. وباش بيقول انه مستعد يضحي بنفسه لانه لازم يتحمل اخطائه، بس فجأة باش بيخرج من جسم الوحش وبنشوف جيران بيحاول ينقل التعويذة لنفسه. وفي نفس اللحظة داريل بيهجم على وحش السلمندر السحري وبيقضي عليه. وفي اليوم اللي بعده بنشوف باش بيعتذر لملك الشياطين عن اخطائه. ملك الشياطين بيرد عليه وبيقول انه هيديله فرصة تانية، وهي انه يختار ما بين انه يتنفي الجحيم للابد او يبدأ من جديد كواحد من الجنرالات الاربعة. باش بيقول له شكرا على الفرصة، بس هو بيختار انه يتنفي للجحيم لانه بيستحق العقاب. ملك الشياطين بيرد عليه وبيقول انه شخص ممل وعلشان كده هو هيختار عقاب تاني بنفسه، وبيقول له انه هيطرده من المملكة زي ما هو طرد داريل. بعدين باش بيقابل جرام في طريقه وهو خارج وبيقرروا يروحوا لقرية لاكس، ولما بيوصلوا هناك داريل بيرحب بيهم، بس ليديا بتكون غضبانة وبتقول ان باش سبب لهم متاعب كتير بهجومه على المانجا. باش بيسمع كده وبيقرر يعتذر، وجرام بيقول ان
انه اسف على المشاكل اللي ابنه سببها لهم. بعدين داريل بيعرف باش على جيران الصغير، وجيران الصغير بينطق اول كلامه وبيقول اسم باش. وبعدين بنشوفهم في صورة عائلية وكلهم بيكونوا مبسوطين، وباش بيودعهم وبيقول انه هيتجول العالم لانه محتاج يتعلم كتير عنه، وانه عايز يبقى شخص يعتمد عليه زي اخوه داريل. وداريل بيقول انه هيستنى عودته دايما. وبس بكده نكون وصلنا لنهاية حكاية داريل، ونشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد وانمي جديد. ولو انت وصلت معانا لحد هنا وعجبك الفيديو صلي على النبي في كومنت علشان ناخد كلنا ثواب، وما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل اشتراك للقناة. ويلا سلام.